السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي درتو معايا البرد؟ ايوا جا البرد تبارك الله. صراحه والله الا انا كيعجبني صراحه البرد، كنفضل واخا فيه التكرفيس وفيه الرواح وفيه المرض، ولكن كنفضل صراحه على فصل الصيف. ايوا المهم هنايا البنات راه جيت اش نقول لكم دابا نتشارك معكم كوزينتي قبل وبعد. وهذا الفيديو فيه الكوزينه، هاد الكوزينه بالتفصيل بالمواعن بكل شيء كيفاش كنت مرتبته فيها، وتشاركت معكم في الاخر عشيوه ديال واحد الطاوه ديال الحوت. ولكن دابا هاد الكوزينه راه ماشي هي الكوزينه اللي حاليا انا كاينه فيها، لحقاش هاد الدار كنت ساكنه فيها قبل ما نتحول منها لهادي وحلت فيها. عندي نفس لي سباس ديال الكوزينه ديال هاد الدار اللي فيها انا حاليا، بحال هاد الكوزينه اللي كنوريكم دابا تسلفتكم. دابا هاد الكوزينه صورتها في الدار اللي كنت ساكنه فيها قبل ما نهز الرحيل ونتحول لواحد الدار اخرى. وصراحه هنايا كنت ما عنديش فيها بلاكارات، لا هذيك اللي قبل ولا هادي. كنت دايره هذاك لي زالمون مغطيه به داكشي اللي لتحت، ودايره دوك الطاجيرات ديال الحديد الفوق هما اللي كنت دايره فيهم المواعن. والله يا البنات عرفتوا راه المواعن نصهم هادشي اللي كتشوفوا ما بقاش عندي بسبب الرحيل، كلشي تهرس. وصافي هاد المجير راه كنت مستفه فيه داكشي ديال الدجاج والكيسان والطبيصلات الصغار وداكشي اللي المهم كنستعمل ديال الحلوى بحال المهم داك الشيء اللي كنستعمل حساب الكيكه ودوك القطاعات وداكشي ديال الحلوى. هاد المجير حتى هو كنت دايره فيه هذوك القطاعات الصغار، ودايره فيه هذيك القطاعات تحت ديال البيتزا، ودايره فيه داكشي المهم داكشي الصغير كان جمعوا ليا هاد المجير. والفوق دايره المعالق وفراشط وداكشي المهم اللي كنستعملو يوميا في الكوزينه. انا هاد الكوزينه صراحه كانت عندي صغيره حتى هي، ولكن اللي كان منظمها ومرتبها لي اني كنت دايره دوك الطاجيرات ديال الحديد الفوق، كانوا هازين ليا المواعن. واخا نص هاد المواعن ما بقى والله الا نصها متهرس ليا مع الرحيله والحمد لله. انايا راه قلت لكم كانت نفعتني، ولكن فاش رحلت من هذا الدار ما زيت خليت في هذيك الطاجيره ديال الحديد. صافي المهم فاش جيت لهادي لقيت نفس المشكل، ما عنديش بلاكارات، ما فيهاش بلاكارات وصغيره وما والمواعن يعني غير دايرتهم غير لتحت ومازالوا في الكراطن. ودابا ما عرفت، دابا بغيت الرأي ديالكم زعما واش نخدم عاوتاني شي طاجيره. ولكن المشكله دابا هذا هو الديفو ديال الدار ديال الكرا. دابا والله الا راه لاحظت لينا دابا لقيتوني البارح ما حطيت لكم والو، دايرين مع المعلم غادي يجي يصوب لينا دوك النقاصات ديال الضوء، حتى وحده ما خداماش في الكوزينه. الثلاجه خليتها لبرا لان حتى نقاصه ما خداماش. وهذاك دابا الا بغيت زعما نخدم غير شي حاجه على حساب الضوء خاصني ضروري نمشي لشي بيت لان حتى نقاصه ما خدام. هو دابا غادي يجي جمعت كل شيء عاوتاني، راكم عارفين الروينه ديال المعلم. ايوا صافي باش يصاوب لينا الضوء في الكوزينه ان شاء الله. والصراحه هذا هو الديفو كما قلت لكم، دار الكرا ما كتلقاش داكشي كامل اللي بغيتي. يمكن تلقى هكا كتقول هذه كتناسب، ولكن ضروري كتلقى ديفوات. ايوا صافي هنا راه كنوريكم هادو دايره فيهم السكر واتاي. المهم كنصقالهم كنغسلهم غير بهذا بالخل وكيبقاو هكا داك اللمعه كتبقى فيهم، كنمسحهم غير بالخل. ايوا هنايا البنات راه دزت، كنقول لكم دزت غادي هنايا في هذا الفيديو كان جاب لي الحوت وكبير شي شويه المهم ديال الفران، وغسلتهم المهم وقلت نديرهم طاوه. المهم الطاوه هكا بداكشي اللي قسم الله ودرتها في الفران. وصافي المهم هنايا البنات راه كما قلت لكم نفس لي سباس دابا مختلفه. هاد الكوزينه هذه ديال هاد الدار وديال الدار اللي قبل مختلفين غير في الزليج، يعني هذيك الزليج ديال ابيض والاخرى داير مختلف. ما كاين شي فرق بيناتهم زعما في لي سباس وفي هذا نفس الحجم. هذاك هو داك الضيق انا اللي كنت مرضني في الكوزينه. عزيز عليا الاتساع في الكوزينه، عزيز عليا الكوزينه تكون كبيره، كتعرف تشقى فيها فاش كتكون كبيره، ما كتكون صغيره اي حاجه درتها كتبان لك مزاحمه. ايوا الحمد لله على كل حال. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، واللي وصل لهنا يخلي لي واحد لايك، اللي ما مشترك كنقول لكم مرحبا بك في القناه، راه بيكم ما تكبر هذه القناه ان شاء الله. وراني نبقى نشارك معكم فيديوهات كما يعني صورت داك اليوميات ديالي ان شاء الله نبقى نحطهم معكم سواء طلعت ولا ما طلعت. المهم راه
ما متلفين فيها الوقت. ايوا انايا كيما قلت لكم راه انايا راه درت شلطت واحد البصيله وكنفرش انا البصله هي الاولى لتحت في هذا في ديك الطاوه، وصافي كنت مشرملت الحوت من قبل وصافي كانت ستفتو تما كلها الطريقه ديالو. المهم ديال الفران راه كله كيفاش كيديرونا. انا درت لها الطريقه وكل واحد وطريقته. درت لها غير شويه ديك العطريه ديالو وفرشت لها بصله وزوقته من الفوق بالفلفله والزيتون. المهم راه نشارك معكم الشكل ديال الطاوه شكان نهائي كيما جات. هادشي راه مازالت في هذيك الدار اللي قبل من هادي، يعني الفيديو راه قديم شي شويه. ايوا دابا ان شاء الله فاش غادي نقد نستف الماعن ونقد هاد الكوزينه عاوتاني اللي مازال يعني مازال ما عرفت فين زعما شنو غندير فيها، وديك الساعه نشارك معكم عاوتاني ان شاء الله جوله فيها. وان شاء الله نلقى تفاعل في الكومونتيرات ولقى رأي زعما تنصحوني واش نعاود ندير طاجيره ديال الحديد، واش ندير زعما على حساب الماعن فين غنحطهم. ايوا هذا ما كان والله نزيد مجر من هذوك المجوره الكبار، ولكن هذوك المجور ما كيزوال يعني ما بحال طباس الكبار وهذا الشيء ما غاديش يهزوه، ما كيتقل غير كنتقل عليهم شي شويه ما كيبقاوش يبغوا يتفتحوا. والله الا هذاك النيت اللي عندي راه تهرس ليا من الجناب حتى هو بسبب هذيك كان فاش كنت دايره فيه الطباصل. فاش كنجي نفتحو داك الجران بحال تقل داكشي اللي تقل عليه ما بقاش كيبغي يتفتح صافي حتى تهرس ليا من الجناب. ايوا يكون خير ان شاء الله. ايوا كنتمنى ان شاء الله تفاعلوا معنا وتبارطاجيو القناه الى عجبتكم، وما تنسوناش بكومنتيرات وكما كنقول لكم دائما اللي ما مشترك مرحبا بك. هكا تكبر بكم ان شاء الله هاد القناه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاوه. راه غندخلها دابا للفران صراحه والله الا جات بنينه واخا الديكور على قد الحال. المهم المذاق راه جا بنين. اي والله ما ديما نعمه ربي يحفظها من الزوال. وبسلام عليكم لفيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في راسكم.